السلام عليكم متابعينا الكرام. سوف نتحدث عن خطوط نازكا الغامضة. من الحضارات التي تعتبر أكثر غموضا في العالم حضارة الإنكا، وهي تلك الحضارة التي ظهرت بها خطوط نازكا الغامضة التي تعتبر من أكثر الأشياء الغامضة في العالم. أولا، حضارة الإنكا هي حضارة تقع في الجزء الجنوبي، وتضم حضارة الإنكا وادي نازكا. قديما كانت حضارة الإنكا ما هي إلا كتلة صغيرة تضم عددا صغير من السكان، وكان هؤلاء السكان يعيشون في الوديان. أما عن غموض الحضارة فهي تتمثل في الرسومات العملاقة التي تركت لنا، وهذه الرسومات تجسد أشكالا لحيوانات مختلفة. هذه الرسومات قام بنحتها شعب النازاكا على الأرض الجافة، والمدهش في الأمر أن شعب النازاكا كانوا يسكنون الصحراء والغابات والوديان، أي لا يوجد عندهم مثل هذه الحيوانات، فهذه الحيوانات لا تسكن الصحراء والوديان. حضارة الإنكا وظهور خطوط نازكا. اختفت حضارة الإنكا، ولكن تركت لنا غموضا كبيرا لا أحد يعلم حقيقته غير الله سبحانه وتعالى، وهذا الغموض متمثل في خطوط نازكا. يرجع اكتشاف خطوط نازكا إلى وقت طويل، ولكن بالرغم من ذلك تم إدراجها بقائمة التراث العالمي في عام 1994 ميلاديا من قبل منظمة اليونسكو، وذلك لإدراجها لأهمية هذه الخطوط وغموضها. كثير من العلماء لفت انتباههم خطوط نازكا، ومن أهم هؤلاء العلماء علماء البيرو الذين قاموا بعديد من الدراسات والأبحاث في القرن العشرين، ولم يتوصلوا إلا لبعض الفرضيات عن مصدر هذه الرسومات. امتداد وتاريخ خطوط نازكا. رسومات نازكا هي رسومات ضخمة جدا، والمدهش أن مساحة رسمة واحدة من رسومات خطوط نازكا تصل على امتداد مئات الأمتار. أما قطر خطوط نازكا تصل إلى ما يقرب من 200 متر. رسومات خطوط نازكا منحوتة على أرض صخرية صلبة تتخذ لونا رماديا. تحيط خطوط نازكا حصى صغيرة يغطيها بأكملها تقريبا. العلماء أصيبوا بالدهشة من غموض خطوط نازكا، خاصة لأن تاريخها يعود ل2400 عام أو أكثر. والغريب أن بالرغم من هذه السنوات الكثيرة إلا أن الرسومات لا تتأثر ولا تتغير، بقت محتفظة بجوهرها وقاومت كل عوامل التعرية. شكل خطوط نازكا. ذكرنا أن رسومات خطوط نازكا متمثلة في حيوانات ضخمة جدا، ولكن الجدير بالذكر أن خطوط نازكا مكونة من مجموعة من الخطوط تتخذ شكلا مستقيم. بعد بحث العلماء لهذه الخطوط وجدوا أنها تم نحتها بواسطة أدوات دقيقة جدا، ولا يمكن أن يكون تم رسمها بواسطة أشخاص عاديين، بل بالتأكيد هم أشخاص محترفون. فرضية حول خطوط نازكا. بعد الأبحاث والدراسات التي قام بها العلماء تم التوصل إلى فرضيات عديدة حول خطوط نازكا، ومنها أن رسومات خطوط نازكا تم رسمها بواسطة كائنات فضائية، ولعل هذه الفرضية بسبب الحجم الضخم لخطوط نازكا، ولربما هذا الافتراض بسبب تمكن خطوط نازكا من تخطي جميع عوامل التعرية وثباتها على نفس حالها. ولعل هذه الفرضية مستحيلة تماما، خاصة لأنه لا يوجد عقل يصدق هبوط كائنات من الفضاء لتقوم بمثل هذه الرسومات. وهنالك فرضية تؤكد على أن رسومات خطوط نازكا نحتت بواسطة شعب المنطقة نفسها، ولعلها ليست هي الفرضية الصحيحة، ولكن بالتأكيد أن رسومات خطوط نازكا تمت بواسطة محترفين من علماء ونحاتين وفنانين، وكانت هذه الرسومات تستخدم في طقوس دينية أو احتفالية، وخاصة لأنه كان لديهم اعتقاد بأهمية الحيوانات. حقيقة رسومات خطوط نازكا. هذه الرسومات بالرغم من درجة غموضها إلا أنه من المؤكد أنها طقوس ديانات وثنية كان يقوم بها سكان هذه المنطقة، وليس لها أي علاقة بأي كائنات فضائية. شكرا لحسن متابعتكم، وليصلك كل جديد اضغط على اشتراك أو سبسكرايب.